تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقول ان في بعض الموانئ وعلى رأسها السخنه بقى انا بقول وبناشد الساده المسؤولين في مصلحه الجمارك، يا جماعه شوفوا حل في السخنه. شغل السخنه بيتاخر. المستثمرين بتقن من الغرامات اللي بتدفع في ميناء السخنه. كان عندي المشكله يا فندم في المشكله. انا اقول اديك مثل. الناس المتملين هناك او اللي هم مسؤولين عن التعريفه يجب ياخدوا دورات في التتمين والاجراءات الجمركيه اكتر من كده. ليه يا فندم هم مش بينزلوا لهم منشورات؟ يا فندم انا كان عندي مصنع للامصال، ودي حاجه حلوه قوي لينا ان احنا نبدا نصنع امصال بدل ما نجيبها من مظبوط من اوروبا. واكبر دليل الانسولين اللي بيتصنع في مصر كنا بناخده من الدنمارك. لا وبعض الدول العربيه كمان سبقتنا في هذا المجال في مجال الصيدله. فمستثمر كبير في مصر كان جايب مصنع امصال. فوجئت ان المكن اللي هو هيعمل الامصال والمكن التعقيم او محطات التعقيم او كبان التعقيم وخلافه، فوجئت ان هم عايزين لجنه سياسات دوائيه، في حين ان هناك منشور وصورته موجوده عندي هنا مظبوط رقمه 33/06 طالع في 6/12 سنه 23 من مجلس الوزراء، يعني بقاله سنتين. بيقول عدم العرض على لجنه السياسات الدوائيه بالنسبه للمكن الكبير اللي هو بيصنع الامصال والادوات اللي هي بتستخدم في الطب والصيدله والحاجات دي. وايه اللي حصل؟ لا المتمم نفسه ما عندوش خبر بالموضوع، يعني ما عندوش خبر بالمنشور. ما عندوش خبر بالمنشور. فعرضنا لجنه السياسات الدوائيه، رحنا لجنه السياسات الدوائيه قال لك لا في منشور طالع من مجلس الوزراء ومصلحه الجمارك عامله منشور اللي انا قلت رقمه دلوقتي، يعني طلعت منشور قلت لهم المعلومه من قبل بعدم العرض على لجنه السياسات الدوائيه. المتم اللي دبسنا في المشكله دي ماشي طبعا لان الشغل اتاخر حوالي مثلا 10-12 يوم. ماشي. راح انا اسف قلبها لحد تاني، موديها لحد تاني. والحد تاني لما بعتنا له المنشور وعملنا التظلم استخرجنا اكتر من 5-6 ايام عشان لجنه التظلمات اللي هي في السخنه تبص على المنشور وتبص كلامنا صح ولا غلط. طب زمن الافراج الكونتينرز اتاخرت قد ايه؟ كتير جدا. بعد ما خلصنا قصه انا اسف قصه لجنه السياسات الدوائيه واقتنعوا بالمنشور اللي هي مصلحه الجمارك بطلعاه وبعتته لهم اللي هم ضربوا بيه عرض الحائط واخرونا. واخد بال سعادتك؟ طبعا بعتنا رئيس مصلحه الجمارك، بعتنا للسيد الوزير الفريق كامل وزير. اولا سرعه استجابه فوريه على الرغم ان انا بعت لرئيس المصلحه وبعت للسيد وزير ماليه. انما لما قصدت معالي الوزير فورا فلا بس عايز شهاده لله انا كلمه حق تقال. في دكتور اسمه محمود نور يعني 24 ساعه بيكلمني انتوا عملتوا ايه وتوصلتوا لغايه فين، وبقى يتكلم مدير جمرك السخنه عايزين ننجز. الغرامات كتيره يا جماعه. احنا مصر يجب ما تدفعش غرامات في الكونتينرز بسبب تاخير ان كان جهات رقابيه ولا تتمين او جمرك او وخلافه. هنقل من قصه الوارد. انا بناشد الساده المسؤولين في جمهوريه مصر العربيه وعلى راسهم السيد رئيس مصلحه الجمارك وزير الماليه وزير الصناعه، شوفوا لنا حل في زمن الافراج الجمركي. احنا عندنا فرصه ذهبيه للمصانع اللي بتيجي من بره او المستثمرين اللي جايين من بره، دول هياخدوا بايدينا وعن يعني انا اسف في اللفظ هنقب على وش الدنيا. يحصل طفره لو احنا اهملنا الناس دي هتزهق وتمشي. الاستاذ سمير أربانيوس رئيس مجلس اداره شركه بلو اوشن وهو احد كبار المستثمرين في الاسكندريه ان لم يكن على مستوى الجمهوريه، بيقول ان
تطويل مدة الإفراج الجمركي لأي سلعة قادمة داخل بلدنا بالشكل المتاح وسلعة نافعة البلد وتنمي من وارداتها وعملتها الصعبة هيطفش المستثمرين مننا وهيخلينا نبكي على لبن للأسف هيكون مسكوب. ناخد فاصل بسيط ونعود. هذا البرنامج برعاية سمير بيه، عايز اقول لحضرتك ايه الاعفاءات اللي قدمتها وزارة المالية او التطويرات حتى نتفادى تلك المشكلة. كمان عايزين نتكلم عن التنمية الصناعية، توازنها ما بين محليات وزارة الصناعة او الخاضعة لقانون الاستثمار. شوف، سؤالك ده من شقين. الشق الاول وزارة المالية طبعا عاملة يعني امتيازات كتيرة بالذات للعدد والآلات. بنتعافي من ال 14% من القيمة المضافة، ودي حاجة جميلة جدا. واتمنى كل المصانع اللي هي شغالة في مصر المواد الخام بتاعتها والعدد والآلات تكون زيرو. هنعمل طفرة رهيبة في الصناعة، نهضة صناعية رهيبة. واللي عايز ياخد الإعفاء ده اللي أنا بتكلم عليه لازم يكون عنده دفاتر عشان ما يكونش هناك تلاعب ان هو يفرج عن خامة معفية ويروح يبيعها في السوق المحلي. جميل. دي حاجة. العدد والآلات بقول لك ما تمسكش دفاتر، مش مشكلة. سبب واحد، العدة موجودة، الآلة موجودة ولها ان كان لها شاسيه ولا لها بتصنع محليا كود نمبر موجوده عندنا هنا في السوق المصري. لا، ما هي ما لهاش بديل في السوق المصري. العده اللي بتيجي من بره ما لهاش بديل في السوق المصري. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بتكلم على بعض المعوقات في الاعفاءات. بمعنى لو انا عندي مصنع علف عايز ارفع الخامات بتاعته على الادوس اللي هو بيخش بينقل من، يعني انت بتاخد الخامات من على الارض بتحطها في الادوس، بعد الادوس بيروح على الخلاط عشان يطلع لك العلف. كان علف حيواني اللي مش عارفين زي المحن بس بحجم ضخم شبه الاذان. الله ينور عليك. ايوه. هنا بيعوز لودر. اللودر ده بقى اصبح جزء رافع عشان جزء من المكن او جزء من المصنع. تمام. طب ليه ما ندوش اعفاء 14%؟ مفيش مشكله. ما احنا في اعفاء. لا يا فندم، لا هنا ما بدوش اعفاء خالص. بيحطوا بندفع عليه. انا بقول ملاحظه مش اكتر. يقول لك لا ده مش جزء من المكن. دي حاجه. الحاجه الثانيه في انا مش عارف ان كان منشور ولا قرار المكنه المساعده للمكنه ما يتبرع عليها كمان 14%. المكن يعني بيكون مساعده للمكنه الاساسيه وطلع بقى منشور من الاجراءات الجمركيه بس مش فاكر رقمه دلوقتي ان المكن ده لا يتمتع بالاعفاء. يا جماعه المصانع متعه بالاعفاء. يعني ولما ينتج لما ينتج الادوات التكميليه الكل يتمتع بالاعفاء. الله ينور عليك. لما ينتج خد منه قيمه مضافه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الهيئه العامه للاستثمار جهه جاذبه للاستثمار. ما شاء الله. ما انا بقول لك جهه جاذبه. القانون زي ما نزل يعني. اولا بيساعدك، بيقول لك لو انت اول مره تعمل مصنع بتروح الحته الفلانيه، بقول لك روح مثلا الاعفاءات المركزيه في مصلحه الجمارك بعد ما اديك جواب بيدلك تعمل ايه. اول حاجه تانية اسف، التنميه الصناعيه بطيئه. تمام. بطيئه جدا. يا جماعه لازم ليه حل طبعا. اقترحوا كده. والله الناس من مش عارف كان ده يعني دي وجهه نظري. معالي وزير الصناعه هو برضه الفريق ناس ناس تروح ينتدبوا من الهيئه العامه للاستثمار يروحوا التنميه الصناعيه لتسريع او يحسنوا او ياخدوا دورات سريعه واخد بال سعادتك بحيث المستثمر اللي جاي خاضع للتنميه الصناعيه يبقى شغله سريع جدا جدا جدا. وانا واثق لو سياده الفريق الوزير كامل بيه انا واثق ان هو لو يعني عنده المعلومه دي الدنيا هتحل والتنميه الصناعيه على الضاهي
الهيئه العامه للاستثمار. عايز اقول لحضرتك لو انا بامكاني ان انا استضيف حضرتك 3-4 ساعات مش هشبع، لان انا ليا حلقتين في قناتين سابقتين مع سعادتك قبل كده استفدنا كتير، وافتكر مشكله الارجوت الامبروزيا الحمد لله اتحلت بشكل جيد وكان ليك الكفاح فيها بسم الله ما شاء الله. الحمد لله اتحلت والدنيا شغاله والحمد لله. وان شاء الله برضو المشكله مصر ان شاء الله في تقدم، يا رب يا رب، في تقدم على طول باذن الله. احنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. مصر بلد عظيمه، قائد بيبكي على بلده وعايز يعمل حاجه، فلازم احنا عندنا يعني فخامه السيد الرئيس بيشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، ما بينامش يا ريس، ما بينامش. انا مره كان جاي اسكندريه يفتح حاجه في المينا هنا، انا فوجئت ان فخامته ماشي الساعه 8 من المينا، 8 الصبح. يعني هو جه امتى؟ لبس امتى؟ نام فين؟ صلى امتى؟ راح الافتتاح امتى؟ انا جاي مكتبي الساعه 8 فخامه الرئيس مشي فتح المشروع اللي هو جاي يفتتحه. لا ما شاء الله ربنا يديله الصحه، احنا ما نضيعش طول العمر. احنا وراك 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 يا ريس، ادينا في ايدين بعض. ربنا يوفقك ويحميك لمصر ويحميك لينا. وانا ليا مقوله مشهوره بقولها من ايام الثوره، ايام ما كان عندنا يعني في ناس بتتلسن على جيشنا والجيش المصري، بتقول ايه يعني الجيش ما بيعملش حاجه. لا انا بقول لهم بلادنا وجيشنا قبل حياتنا وعيشنا. الله. وبالمناسبه انا كنت عامل ورق بيتلصق ذاتي كده، كنت حاطه على عربات النقل. فالمقوله دي فوجئت ان مستثمر مصري في السودان قال لي انت بعت لنا مقولتك بلادنا وجيشنا قبل حياتنا وعيشنا. ده شرف ليا طبعا ان انا اقول الكلام ده، واحنا من غير جيشنا ولا حاجه. سندنا في ايام في 30 يونيو، وسندنا في 25 يناير، و ربنا يعني يحمي قواتنا المسلحه. كافحت كتير من اجل البلد يا سمير بيه، كافحت فعلا كتير. انا شاهد من واحد من ضمن الشهود. لا يقارن باللي بيعمله جندي في القوات المسلحه. ما شاء الله عليك. لا يقارن بجندي في القوات المسلحه وكمان في الداخليه، اشكر في الصوره طبعا. يعني القوات المسلحه ما شاء الله ربنا يحمي ضباطنا واولادنا وجنودنا، ومصر في تقدم باذن الله ان شاء الله تعالى. افتكر بعد الكلمات الحلوه دي مفيش حاجه اعرف اختم بيها احلى من المثل العظيم اللي قاله الاستاذ سمير أربانيوس. الى حلقه قادمه، كان معكم اسلام الغنيمي. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق